والله برافو عليها يا بنتي، برضه ما عملتش غير اللي في دماغها. يا بنتي ده انا سمعت ان اخواتها ما كانوش راضيين بيه خالص، اهي اقنعته. مع اني شايفه انه كويس بيحبها وشاريها، ده جايب لها شبكه يجيب الشيء الفلاني. الشيء الفلاني ايه بس؟ دي ب 200 جنيه. ايه هزري؟ 200 جنيه؟ لا بتكلم بجد. ما هم جم في الاول مع العيله خدوا الاصل من عند بابا، بعد كده رجعت هي وخطيبها حسام رجعوها من غير ما حد ياخد باله، وعملوا واحده زيها بالظبط بس فالص. عشان الجوازه ما تبص. والله برافو عليها. كنت فين يا عرفان؟ قلبت عليك الدنيا، اختفيت فين؟ كنت بشرب سيجاره. في حاجه؟ تشرب سيجاره؟ تشرب سيجاره وبتتونس. انا كنت فاكره عابد بس اللي كده، طلعت العيله كلها بان عليها بتتونس. بقول لك ايه يا سميره، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش ناقصك دلوقتي. مش ناقصني دلوقتي، ماشي. مش عارفه ايه الرجاله دي. في حاجه يا عرفان؟ حصليني على فلوس. في ايه؟ مش عارفه. ايه رايحة فين يا عروسة؟ معرفش، اخوك يا عرفان عايزني فوق. ليه؟ مش عارفه. بقول لك ايه، خلي بالك من الناس، والنبي بعتيلي ابي ياسين عشان انا خايفه قوي. حاضر. رباب، هو عرفان خد ريم فوق يقول لها ايه؟ ما تعرفيش؟ معرفش. الواد النصاب ده لا يمكن اخليكي تتجوزيه. ما هو خلاص اتجوزني يا عرفان. يطلقك والجزمه فوق رقبته. حقني يا ابي. في ايه يا عرفان؟ اسال الهانم في ايه؟ خلصوني يا جماعه، في ايه؟ الناس تحت. البيه اللي انا كنت معترض عليه وانتوا اجبرتوني على انه يناسبنا طلع نصاب بيلبسنا العمه. فهمني ايه الحكايه يا عرفان؟ وطي صوتك. الشبكه اللي اشتراها مع اختك ومراتي واخته بدلها بشبكه تانية فالصو. اختك المصونه قدرها ب 200 جنيه. هي دي قيمتنا في نظره يا ياسين. الكلام ده صحيح يا ريم؟ انا اللي عملت كل حاجه، وحسام ملوش اي علاقه بالموضوع ده خالص. لسه بتدافع عنه؟ انا مش بدافع عنه، حسام ما كانش معاه فلوس انه يشتري الشبكه اللي انتوا اصريتوا انه يشتريها. الفلوس اللي كانت معاه عمل بيها الشقه ودفع المهر، وبعدين الشبكه اشتريناها من محل ابو ميري صاحبتي. عاجبك الكلام ده يا ياسين؟ ابي ياسين، الشبكه دي هديتي انا، وانا اللي من حقي احدد تمنها يبقى كام وقيمتها تساوي ايه. بس مش من حقك تضحكي علينا وتخدعينا، ولا من حقك نبان قصاد حسام اخر من يعلم كاني لا حد ربى ولا علم. انت كنت بتلومي على عرفان انه هز كرامتك لما راح له وهدده، وانت دلوقتي هزيتي كرامتنا. والحل ايه بقى دلوقتي؟ كل حاجه هتمشي زي ما هي. يعني ايه؟ ينصبوا علينا ونسكت؟ الجوازه تمت والناس تحت مش عاوزين فضايح. عقاب ريم انها تتحمل نتيجه اللي عملته، تتجوز واحد رضيوا هما الاتنين يبتدوا حياتهم بالكذبه. يلا عدي لي مكياجك ونزلي. بالبساطه دي يا ياسين؟ الموضوع خلص يا عرفان، يلا عشان الناس تحت. في ايه يا عرفان مالك؟ بعدين. في ايه يا ابي؟ مالها ريم؟ مفيش حاجه، بس شوفي لي اذا كان في جهاز. اكيد الناس زمانهم جاعوا. يلا. حاضر. انت فين يا عم؟ والله عامل زي ام العروسه، فاضيه ومشغوله. ايه الاغنيه الكئيبه اللي انت مشغلها دي؟ خلاص هغيرها.
العربيه. معقولة لسه في حد بيعزف الأغاني دي في الطابور؟ هما العزام يعزفوا ايه؟ بوس الواوا؟ مالها أبدا تتجحن على دوريمي؟ الأغنية دي بقى كلها أخطاء لغوية، يعني على الأقل نسمعهم حاجة بيحبوها. وإلا نحببهم في حاجة يسمعوها بس بشكل محترم. إيه ده أنت بتتفلسف أهو. صباح الخير يا ياسين. اتأخرتي ليه؟ معلش انا اسف جدا، كنت في فرح ناس عزاز عليا قوي، الليله كانت حلوه وكانت عايزاك والله. ما جاتليش دعوة. معلش انا اسف. بعد الطابور حاجه مكتبك اخد معاك القهوه. عندي الحصة الأولى وبعدين المرور.